السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني خالص. انا منى من قناة منمن احمد. لو اول مرة تشوفوا الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. آه جايلكوا النهاردة بحاجة جديدة. معلش بس الكاميرا بتتهز لان انا ماسكة تليفون وبصور بايدي. الملك النيش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هو مذهب، نفس الشكل كده بالظبط. هو البتاع بتاع الشاي ده، ومعاه السكرية، ومعاه اللبانة دي اللي بيتحط فيها اللبن، ومعاه اطباق جاتوه، ومعاه فناجيل الشاي. بجد يا بنات طقم جميل قوي. يلا مع بعض، يلا نشوفه يلا نشوفه من جوه هيبقى عامل ازاي. اهو يا بنات انا فتحت الكرتونة. هما زي ما انتوا شايفين كده بيبقوا 6 فناجيل بس. اهو ده شكلهم، شكله شيك قوي اهو. تمام، هما ال6 نفس الشكل اهو. تمام، هو اسمه على فكرة ملك النيش، الطقم ده اسمه ملك النيش. تعالوا يلا نشوف تحت فيه ايه. دي بتتشال اهو. بصوا، هو في حاجات ناقصة. هي الحاجات دي مش ناقصة، يعني هما مش عارفة هي فيها فين مكانها، بس هما كاملين يعني. تمام. ده البتاع اللي هو بتاع البراد اهو. ده شكله حلو قوي يا بنات. عايزه اوريهولكم من الناحيه التانية اهو. ده شكله مذهب كده. هو اللي مش عاجبني فيه بصراحه ان هو مذهب، لانه مش هيليق على النيش، بس انا هحاول احطه وخلاص. علشان النيش بتاعي هيبقى يعني جايبه كل الكاسات والحاجات دي مودرن، مش هعمل حاجة كلاسيك خالص. بس يعني لما جبته بصراحة ما كنتش مقررة اذا كنت هعمل مودرن ولا كلاسيك، فجبته مذهب. هو ملك النيش بيبقى مذهب. اهو من جوه. بس يعني اديني جبته وخلاص بقى هبقى احطه اهو يا بنات. دي السكرية اهي. ده شكلها برضو نفس الطقم اهي. وده الغطا بتاعها اهو. تمام. دي اللبانة اللي بيتحط فيها اللبن، شكلها جميل خالص. ودي اطباق الجاتوه اهي يا بنات. دي اطباق الجاتوه برضو نفس الشكل اهو. بيبقوا 6 اطباق. تمام، معلش بس هو الفل مش مبينهم اهم. بيبقوا 6 اطباق. ودي الاطباق بتاعه، سوري يا بنات ثانية واحدة. اهو يا بنات دي الاطباق بتاعه الفناجيل. جميلة قوي بصراحة. تعالوا نشوف كده الفنجال عليها يبقى عامل ازاي. اهو يا بنات الفنجال على الطبق شكله شيك خالص. اهو. هو مذهب، بس زي ما قلت لكم هي مشكلتي فيه ان هو مش هيبقى مودرن، مش هيبقى لايق على النيش. بس عادي يعني مفيش مشكلة. هو شكله حلو يعني وشيك خالص. يا ريت تقولوا لي رأيكم فيه يعني في التعليقات. آه اهو. تمام. هما 6 اطباق برضو يا بنات زي اطباق الجاتوه. تمام، بيبقى معاهم كمان الطبق ده. الطبق ده طبق كبير كده. مش عارفة بصراحة هو بيتحط فيه ايه يعني، بس هو طبق كبير كده بيبقى معاهم برضو تبع نفس الطقم. بصراحة الطقم جميل قوي يا بنات، والله انصحكم بيه. يعني طبعا انتوا لما هتجيبوا النيش هتحطوه فيه. بس عايزة اقول لكم على حاجة يعني بيني وبينكم كده. آه لو انتي مش هتستخدميه ما تجيبوهوش. يعني انا بصراحة مش عارفة اذا كنت هستخدمه ولا لا، بس انا هستخدمه. يعني ماما بتقولي لا الحاجات دي هتفضل في النيش ومش هتطلعيها وهتبقى زينة النيش والكلام ده. بس ما فيش انا الكلام ده معايا خالص، لا. انا هستخدم الحاجات دي كلها. انا مش جايبة الحاجات دي عشان اركنها. عادي يعني كده ممكن في يوم ولا في حاجة تعملي فطار ملوكي وتجهزي فيه الفطار وشاي واللبانة والسكرية وبتاع. عادي يعني. لو انتي حاسه ان انتي مش هتستخدميه او هتجيبيه يتركن، يبقى خلاص، يبقى ما تجيبهوش. تمام، كفايه قوي الصيني والكاسات والحاجات وبقيه الطقمه اللي احنا بنجيبها اصلا ومش بنستخدمها. فحرام يا بنات بجد، الحاجه بقت غاليه قوي
والواحد ما بقاش مستحمل يعني حاجات فوق طاقته. فالحاجات يا ريت اللي مش هنستخدمها يا ريت ما نجيبهاش. بس انا بصراحة كنت جايباه بقالي فترة كبيرة قوي، يعني جايباه بتاع حوالي بقاله سنة اهو. آم، فهو بقاله عندي فترة، بس انا قلت طالما جبته يبقى هستخدمه، مش هيتركن كده وخلاص. فانا بصراحة هستخدمه. فانتي زي ما بقولك كده عايزة تجيبيه، هو حلو خالص، وكمان الاطباقة هتنفعك يعني لو عندك ضيوف او عندك حاجة شكلها شيك يعني وجميلة. بس لو مش هتستخدميها يبقى ما تجيبهاش. تمام يا بنات. بس هو ده كان طقم ملك النيش بتاعي. يا رب يكون عجبكم، وهستنى تعليقاتكم بإذن الله، وتقولوا لي رأيكم فيها. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس، ويا ريت تعملوا له شير عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدة والكل يستفيد. مع السلامة يا بنات.